هتقول لي إيه؟ لا اتكلم براحتك. لما أتيت؟ خد براحتك. لما أتيت إلى هنا؟ أنا بختلف معها كتير، لكن هي شاعرتنا اندمست الأخلاق جدا، الفنانة قوي، وأنا يعني ليا الشرف إن أنا أنضم للرب. والله يعني تابعتها على النت وشفت أستاذتنا قد إيه مبدعة من النوع الخطير، يعني شاعرة بحق. أشكرك والله العظيم شاعرة بحق، وكل واحد فينا هنا له قيمة أدبية أحترمها. أقول قصيدة يا أستاذة، بقول صرخة شاعر تحالفت تلك الهموم وتدافعت ريح السموم، فمددت أيدي للزمن وصرت كدمية حمقاء عذبها الشقاء تخضع لرجفات الشجن. فأين اللسان العبقري الفصيح يا شادي الحي في وقت المحن؟ قد كنت تهزأ من زمانك حاملا قيصارة للصديق وللحبيب وللوطن، فصرت تهزي في الفيافي المجدبات بلا أليف بلا حليف بلا سكن. يا شاعرا ألقى الزمان به في أرض يسحقها الضغن، خدعوه يوما حملوه عبء الأماني المنقذات وما فطن، أن الليالي المرهقات جفت ضروع الأمنيات بها وما بها أي قطرة من لبن، وطفقت تحمل مشعلا يخبو ضياء وكلمات من سفر الوهن.